ونحن كما ندعي في عصر الحرية والتعبير، فمن حقي أن أعبر، فلن أتهجم ولن أسب ولن أنال ولن أقدح. دعني أقول للفريق شفيق، دعني أقولها للفريق شفيق، هي من باب النصيحة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دعني أقول للفريق شفيق: تنحى لله أولا ثم لصالح مصر ولصالح المصريين. لست بذلك أتهمك كما اتهمت من قبل، فنحن رأينا في الأخبار وسمعنا من الأخبار أنه قد حرر ضد رجل المحضر الأول في فساد يخص يعني الموضوع أنه أباع المطار، لا، والثاني يخص الأرض التي بيعت لجمال وعلاء مبارك، وأنا لن أتكلم في ذلك فإن الأمر للقضاء، لكني أقول له: لله أولا ثم لمصر تنحى يا رجل واخرج من هذا السباق، لأنه حتى وإن قدر أن يقف معك الحزب الوطني وأن يقف معك أناس نعلم لما يقفون وبما يقفون، فإن مصر ستغلي غليانا أشد مما كان في نهاية مبارك، والله أعلم هل مصر تحتمل أمرا ثانيا أم لا. ثانيا، إني تصفحت الوجوه جميعا وتحدثت مع أبناء الحركات جميعا الإسلامية وغير الإسلامية، فما رأيت أحدا يقبل وجودك كرئيس، لذا أخشى من خروج الناس خرجة لا تحمد عقباها، ولذلك أنصحك ولا أقدحك وأقول: اترك السباق الرئاسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله رجلا أما قوما وهم له